هاي اكو اثنين شباب صاروا وياهم موقف وانسجنوا، فخابروا علمهم قالوا لها يابا احنا تعرضنا لموقف وحاليا بالسجن. فتعرف بعد قلب والده على قولته هن لكفت عباتها وطلعت. دقت الباب على جيرانهم قالت له يابا انا ولدي بالسجن وانا رايحه وعينك على البيت بس الجهال والبنات. قالها وانت وين رايحه؟ قالت له رايحه لموسى بن جعفر. قال لها شو تسوي لموسى بن جعفر؟ قالت له غير انخا يطلع الولد. قالها يابا هو موسى بن جعفر قضى عمره بالسجن ومات بالسجن، ما عنده هاي الامكانيه يطلع هاي الناس. قالت له كان رايحه ونشوف. قالها نشوف وسد الباب بوجهها. مشت الموسى بن جعفر ايش قالت؟ قالت لي الماكو على بابك واحد يتاني صار زماط بيني وبين جيراني. يا الماكو على بابك واحد يتاني صار زماط بيني وبين جيراني، لو هو العبر بزماطه لو انا والشامد غادم تانيني. اجيتك يا ابو طلبه ودمعت بخدي وتبين حكايه الحق عده لو عدي. صار يا الماكو على بابك واحد يتاني صار زماط بيني وبين، لو هو العبر بزماطه لو انا والشامد غادم تانيني. اجيتك يا ابو طلبه ودمعت بخدي وتبين حكايه الحق عده لو عدي. نذر هذا علي لو طلعت ولدي اخدم لك انا وبزريتي. مهضومه صحيحه وللولد حنيت، مهضومه صحيحه وللولد حنيت. واريد اثبت الشامت وقفه اهل البيت، لو ما ادري تقضي الحاجه كان ما جيت، بس انا اشهد لك تقضيها. من طلبت طلبها مرادها الطاها بعدها بالصحن والولد فوقاها. من طلبت طلبها مرادها الطاها بعدها بالصحن والولد فوقاها. ترى بموسى بن جعفر حقنا نتباهى، ما رجع واحد دق بابه. وقالت له انعم الله يا موسى بن جعفر انعم الله. وقالت له انعم الله النوب عد حساب راح ارجع ذاك السد علي الباب. وقالت له انعم الله النوب عد حساب راح ارجع ذاك السد علي الباب. وقل له من نطيح بشده عندنا احباب ما يوم بشده يعوفونه. يا الشامت زرت موسى بن جعفر وقلت له يا مولاي اجيتك يا ابو طلبه وقصت هاي وهاي، ما رد انا وحده وجبت ولدي وياي. زرت موسى بن جعفر قلت له يا مولاي اجيتك يا ابو طلبه وقصت هاي وهاي، ما رد انا وحده وجبت ولدي وياي، والراح بطلبه يرد بيها.